السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا مقصره معاكم، معلش. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بسرعه كده. من اول حاجه نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسهل حاجه في الدنيا ممكن تعمليها، دقيق وشويه ملح وشويه ميه. تمام. انا هنا عامله تقريبا كيلو او كيلو وشويه، حاجه بسيطه يعني. عليهم معلقتين صغيرين ملح. تمام. هقلب الاول الدقيق والملح وبعد كده ابتدي ازود الميه تدريجيا لان الدقيق بيختلف عن التاني. خلاص. وهقول لك ازاي تعرفي ان العجينه كده بقت تمام ووصلت للقوام اللي احنا محتاجينه. عندك عجان تمام، خير وبركه. ما عندكيش يا ماما ايدك تشتغل زي الفل، بالعكس. ده احساسك بالعجين والعجين نفسه سبحان الله متعه لوحدها. هنا بقى تعرفي ان لما العجينه تتلم منك كده وتنضف مكانها كده، هي كده تمام جدا جدا جدا. خلاص. والاهم من ده كله برضو ان انت لما تمسكي العجينه تحسي ان هي بتمط معاكي شويه اهو. بصي. وكمان هنكمل على ايدينا، لازم ندخل ايدينا في الموضوع، لازم. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى البركه كده بتاعت ايدينا، وهنبتدي ناخدها كده واحاول ان انا المها وادخلها في بعضها. انت هتحسي ان هي نعمت في ايديكي. تحاولي تلميها وتقفليها من تحت كويس قوي. خلاص كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص زي الفل. اغطيها بقى واسيبها بتاع نص ساعة، ساعة براحتك يعني. سيبيها ترتاح خالص عشان تريحك في الشغل بعد كده. عقبال ما هي ترتاح انا بقى كان عندي حتة زبدة صفراء وحتة زبدة بيضة اللي هي البلدي. الموجودة عندك كله شغال، كله شغال. في ناس بتعمله بسمنة او زبدة مسيحة زي ما انت عايزة. الموجود شغال. انا عندي اهو. طبعا الجو يعني ربنا يرحمنا يا رب ويأجرنا من عذاب النار، الجو سخن جدا فهو زبدة لوحدها سايحة الحمد لله. يعني انا كده بخلطهم مع بعض. تمام. وعشان يبقوا كمان اما اجي افردها على العجينه تبقى بسهله معايا. خلاص كده. ربع ساعه تعدي واجيبها معاكم وافرد ان شاء الله الزبده على العجين معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. كل ما تريحيها كل ما تفرد معاكي بسهوله. تمام. عندك مردانه افردي بيها، ما عندكيش بايديكي هتتفرد بسهوله جدا برضه. هي تقريبا تفرديها بتاع نص سنتي كده قدر الامكان يعني، على قد ما تقدري. مستطيله مدوره زي ما انت عايزه، هي مش هتفرق في حاجه ان انت في الاخر هتقطعيها. انا عايزه اقول لكم ان اكله الفطير دي اكله اللي ما عندهاش اكل او لا انت محتاره، حاجه كده جميله ولذيذه ومغذيه وكلها على بعضها حاجه جميله. زي ما انتم شايفين كده انا كده بفرد الزبده اهو. تتفرد سهله قوي قوي قوي. العجينه مش يابسه قوي وبرده مش طريه قوي، فهي معاكي ما شاء الله. خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما انت شغاله في المطبخ خلي ذكر ربنا دايما في لسانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الهادي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي يا رب. دايما دايما خلي الذكر كده ايه في لسانك. خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد طرفها وابتدي ان انا الفه على ضيق، يعني حاولي تضيقي على قد ما تقدري. تمام. علشان تعمل معاكي طبقات كتيره. عايزه اقول لك كمان وانت بتلفي حاولي ان انت تشدي شويه ولفي تاني، برضو تزود معاكي الطبقات. اللي اول مره تدخل القناه عندي ما تنساش في اللايك والاشتراك بالقناه وتعليق كده حلو جميل، شجعوني لان انا حقيقي يعني عندي كسل جامد قوي قوي من التصوير، والواحد فقد الشغف في حاجات كتير قوي، يعني الله المستعان. خلاص كده. هحاول بقى زي ما قلت لكم اعملها كلها رول ونقطعها مع بعض ونشوف هنقطع ازاي ان شاء الله. تمام زي الفل الحمد لله. كده خلاص اهو. قطعي حجم الفطيره اللي انت عايزاها. عايزاها اكبر من كده تمام، عايزاها اصغر من كده برضو شغال تمام زي الفل. بصوا الطبقات حلوه ازاي. خلاص كده. اسهل حاجه في الدنيا بقى هتجيب سرفيس كبير او صينيه او طبق الشيء المتاح عندك. تمام اهو. وحطيت فيه شويه زيت صغيرين وابتدي ان انا اغلف العجينه بتاعتي كلها بزيت عشان ما تلزقش في بعضها. ونفس الكلام اغطيها واحطها في التلاجة شويه عشان الجو حر، واسيبها ترتاح برضو تقريبا بتاع ربع ساعة او نص ساعة عشان تشتغل معايا كويس. خلاص كده. كل ما ترتاح كل ما تتفرد معاكي بسهولة جدا. ركزي في النقطة دي عشان دي اهم حاجة في عمل الفطير. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن زي الفل. افردي اي شكل ما يعني احنا دلوقتي مش فارق معنا الشكل خالص. هتبتدي تعمليها زي ظرف كده او تلمي الجوانب كلها في بعضها زي ما انت شايفة كده.
بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي ان انا واقفل بقى من تحت كويس قوي. تمام. ونفس الكلام برضو اخلص واحطها في مكانة تاني في الزيت واسيبها ترتاح تاني بتاع نص ساعة. عايزة تسيبي ربع ساعة نص ساعة حسب ما هتسيبي انت معاكي، مش هتفرق في اي حاجة خالص. خلاص كده، بس لازم تغطيها علشان وشها ما ينشفش. الصواني دي كانت بتاعت والدتي رحمة الله عليها، الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويعفو عنها، فهي صواني متودكة يا تمام يعني. عايزة تحطي بقى شوية سمنة، تحطي شوية زيت، حاجة بسيطة يعني. وتبتدي تسمي بسم الله كده وتفردي، هتتفرد معاكي بسهولة جدا لان هي واخدة راحتها في الراحة. العجينة تمام، والعجينة قوامة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة زي الفل. خلاص كده، خلاص نقول يلا بقى الله معك على الفرن على المنظر الرائع ده، قلبي الصغير لا يتحمل. بصراحة الله يكون في عون الجيران من الريحة يا بنات، اقسم بالله ريحة وطعم وحاجة كده روعة. محضرة التانية جنب اهو، بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش على فكرة وقت في السوا خالص خالص. هو كبير قوي ربع ساعة، حاجة كده روعة. بسم الله ما شاء الله، طراوه وشكل زي ما انتم شايفين طبعا. ما شاء الله حجمها كبير قوي ما شاء الله، واللي تحت اكبر من ده كمان. بس عشان انا بصور بايد وبعمل بايدي التانية، هحاول اقطع لكم واحده كده واوريها لكم. تحفه تحفه تحفه، فطير بلدي زي بتاع الفلاحين بالظبط، مش زي بتاع الافران اللي احنا بنجيبه يشد مننا كده لا، حاجه مختلفه تماما. بسم الله، بصوا، بس الله اكبر، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. قومي وجربي يلا، واكتبي لي كومنت وقولي هتعمليها ازاي وايه الاخبار. بصي التوريق حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الطريقه خفيفه. والسلام عليكم.